السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتعرفوا فيه إن شاء الله على توقيت وموعد مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية في ذهابها وإيابها، وخاصة مباراة الفريقين المغربيين أولمبيك أسفي والوداد الرياضي. كذلك سنتعرف على القنوات الناقلة لهذه المباراة وكل التفاصيل والمعطيات إن شاء الله بخصوص هذه المباريات. قبل الدخول في التفاصيل أصدقائي، أتمنى منكم أن تشتركوا في قناتنا هذه وتفعلوا خاصية الجرس لمتابعة كل المواعيد وكل التوقيت بخصوص المباريات. أيضا فريق الوداد الرياضي سيخرج لملاقاة أولمبيك أسفي بملعب المسيرة بأسفي. هذه المباراة التي ستكون يوم الاثنين 16 مارس 2026 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت المغرب. أما مباراة الإياب فستكون يوم الأحد 22 مارس 2026 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب. هذه المباراة سوف تكون منقولة عبر قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كذلك القناة الرياضية الأرضية المغربية سوف تنقل هذه المباراة ذهابا وإيابا، بحكم أن الفريقين فريقين مغربيين، لهذا سوف يكون البث أرضي بخصوص هاتين المباراتين. بالنسبة أصدقائي لباقي المباريات بخصوص كأس الكونفدرالية، أول مباراة في الذهاب ستجمع بين أوتوهو الكونغولي والزمالك المصري. ستكون هذه المباراة في تمام الساعة 1 زوالا بتوقيت المغرب. كذلك المصري البورسعيدي سوف يواجه شباب بلوزداد يوم السبت في تمام الساعة 10 أو تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب. أما مانيما يونيون الكونغولي سوف يواجه اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد 15 مارس. وبالنسبة لمباريات الإياب، شباب الوزداد سوف يواجه المصري البورسعيدي. هذه المباراة ستكون في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب. الزمالك المصري سوف يواجه أوتوهو في تمام الساعة 4 زولا يوم الأحد. في نفس اليوم اتحاد الجزائر أو اتحاد العاصمة الجزائري سوف يواجه مانيما يونيون في تمام الساعة 7. وآخر مباراة كما سبق وأشرت ستجمع بين الوداد الرياضي وأولمبيك أسفي في تمام الساعة 7 مساء. كل هذه المباريات سوف تنقل عبر قنوات بي إن سبورت. حتى الآن لم يتم تحديد القناة التي ستنقل هذه المباراة، القناة بالضبط التي ستنقل هذه المباراة. إذا أصدقائي، أتمنى هذا الفيديو أن ينال إعجابكم، أتمنى منكم الاشتراك في هذه القناة، ونلتقي في فيديو آخر بحول الله.